منين مقاومة الانسولين؟ عايزك تاخد معايا الرحلة البسيطة دي. انت شخص طبيعي ما عندكش اي مشكلة، بتقيس السكر في الدم بيطلع مثلا 80 ملي جرام في كل دي سي لتر، كده انت ما عندكش سكر. 80 ملي في كل دي سي لتر والجسم فيه 5 لتر دم، يبقى انت تقريبا كمية السكر اللي موجودة في الدم عندك تقريبا في حدود 8 جرام في ال5 لتر دول. 8 جرام دول معلقة سكر، يعني انت الجسم ده مهيأ انه يتحمل وجود سكر في الدم يساوي معلقة. طيب انت بقى كده بالصلاة على النبي قمت رايح شارب كوباية عصير فيها 3 معالق سكر، او واكل قطعة بسبوسة او كنافة فيها 4 5 6 معالق سكر، او ضارب فطيرة كده فيها كمية كارب يساوي في النهاية برضو 5 او 6 معالق سكر، او شارب كنز بيبسي فيه 10 معالق سكر. هيعمل ايه الجسم؟ هو متعود ان هو الدم ده كله فيه معلقة، انت بتديله دلوقتي 10، هيعمل فيهم ايه؟ مضطر اضطرارا ان هو يطلع حاجة تنزل السكر ده، لانه ما ينفعش يظل موجود. هنا تيجي الإشارة فورا للبنكرياس. هنا لسه ما زلت بتكلم عن شخص طبيعي لسه ما عندوش أي مشكلة، فالبنكرياس يطلع الإنسولين، يروح جاري على السكر اللي موجود في الدم ويقول له أنت رايح فين؟ أنت مش مكانك هنا، تعالى أما أوديك مكانك، أسكنك في بيتك. بيته ده اللي هو فين؟ بيته اللي هو الخلايا اللي محتاجة السكر، يعني عضلاتك اللي محتاجة تشتغل، دماغك اللي محتاج يفكر، معدتك اللي محتاجة تهضم الأكل، كل جسمك ده محتاج السكر في إنتاج الطاقة وخاصة دماغك. والإنسولين هو المسؤول ان ياخد السكر الزائد ده ويوزعه على الحاجات اللي محتاجاه. طيب الحاجات دي اخدت من ال10 معالق 5 معالق وفاضل 5، هيوديهم فين؟ الانسولين مسؤول انه يتصرف، فيبدا ياخد شويه السكر اللي فاضلين ويخزنهم. هيخزنهم فين؟ اول مكان للتخزين مخازن الجلايكوجين اللي موجوده في الكبد، فيبدا الكبد يمتلئ. بعد شويه يروح للخازن اللي موجوده في العضلات تبدا تمتلئ. طيب ما زال لسه موجود، لسه فاضل معلقتين 3 في الوجبه دي، هيبدأ الانسولين يحولهم الى دهون تبدأ تتخزن فين؟ تتخزن على الكبد، فيصبح الكبد بتكرار هذه العملية مرة واثنين وثلاثة في اليوم على مدار اسبوع، على مدار شهر، على مدار سنوات، يصبح الكبد كبد دهني. يصبح البنكرياس هو الاخر بنكرياس دهني، وده مصطلح غير متعارف عليه كتير في الاوسطة الطبية وما بين المرضى. البنكرياس هو الاخر عنده القدرة على انه يصبح بنكرياس دهني، وده بيعيقه عن العمل، فيوصله هو كمان لوقت ما انه يبقى غير قادر على انتاج القدر الكافي من الانسولين. مش احنا قلنا ان السكر النوع التاني مش بس بيجي نتيجة المقاومة، ده كمان بيجي نتيجة ان هو بيجي مع الوقت قدرته على انتاج الانسولين بتقل. يبدأ الانسولين ما زال بيمارس هوايته في تحويل السكر الزائد الى دهون، فيبدأ الدهون تتراكم في اكتافي، في بطني، وما ادراك ما بطني، اللي هي علامة على وجود مقاومة انسولين. برضو انت عمال تقول لي مقاومة انسولين، فين المقاومة دلوقتي؟ بل الانسولين بيطلع وبيشتغل. ما هو الحقيقة مع الوقت اللي بيحصل ان الخلايا اللي بتروح الانسولين ياخد السكر ويروح لها ويقول لها افتحي بابك وخدي السكر، بتمل، بتزهق، بيحصل ادابتيشن، تعود على هذا الاجراء، فتبدأ مع الوقت ترفض انها تفتح بابها للانسولين، فيظل تراكم السكر داخل الدم، وقدرة الانسولين على ادخال السكر داخل الخلايا تقل، فيظهر السكر. ساعتها يروح يحلل هيلاقي بقى سكر، لان الانسولين ما عادش لاقي